طيب بعد ما نزّلنا أكتر فيديوهين مملين حرفيًا وأنا كنت كاره نفسي وأنا باعملهم، دلوقتي هندخل بقى في الفيديوهات الجميلة، ويعني هنبدأها بأكتر حاجة أنا باحبها جدًا، جدًا في بلندر وهي الفوج. واللي ما يعرفش الفوج، الفوج هو أيًا يكن أنت هتسميه إيه، ضباب، شبورة، أي حاجة من الحاجات دي، بس الفوج ده أكتر حاجة باحب أحطها في كل الprojects اللي أنا باشتغلها، أيًا كانت هي إيه characters environment أي حاجة من الحاجات دي كلها. وللناس بقى اللي ما تعرفش الفوج أو الشبورة أو الضباب والكلام ده كله، هو حاجات اللي هي زي كده، يعني هو مهم جدًا، جدًا لو أنت عايز تعمل حاجة cinematic والكلام ده كله. وأول حاجة هنتكلم فيها مثلًا وهي إيه هو الفوج أصلًا في بلندر، وإيه أهميته في بلندر. أول حاجة الفوج هو زي بيدّي روح للscene بتاعك أو الproject بتاعك، أيًا يكن عامل إيه بقى forest أو cyberpunk الحاجات بقى اللي هي مثلًا الحاجات الجميلة اللي زي كده، فهو بيدّيها روح. يعني تخيل ده كده مثلًا من غير الفوج، هيبقى شكله وحش جدًا، مش هيبقى باين منه غير القمر اللي فوق ده مثلًا والزرع ده والcharacter ده بس. فقُلنا دلوقتي إن هو بيدّي روح للproject بتاعك. وتاني حاجة بيبقى في storytelling كده، يعني باقدر أحكي لك قصة منه. فوق مثلًا شكله مرعب، حاجات زي كده، فأنت هتعرف إن في قصة رعب أو في حاجة مرعبة أو غريبة بتحصل. إذا كان الفوق ده بقى شكل dreamy شوية، شكل غريب، في حاجة غريبة بتحصل، هو هيبين لك أو يقول لك أنا عايز أحكي إيه. تالت حاجة الفوق بيخلّيني أقول لك ركّز على حاجة بعينها، يعني ركّز هنا، فهو زي بيوجّه عينك إن أنت تبقى باصص فين أو مركّز فين والكلام ده كلّه. بس وفي حاجات كتيرة أوي في الفوق مهمة، هو فعلًا مهم جدًا، جدًا، مهم بقى في الألعاب، في الcinematics، في الحاجات دي. بيقدر يغطي مثلًا الحاجات اللي مش مهمة، في تفاصيل مثلًا على البيت هنا مش مهمة من هنا، فهو مثلًا خفاها شوية أو خلّاها مش باينة شوية. خلّينا بقى دلوقتي إيه، نفتح blender كده ونحاول نضيف مثلًا الفوج. مش عايز أفتح scene أنا عامله، علشان هيبقى هو أصلًا متضبط، فخلّينا مثلًا دلوقتي إيه، نعمل scene كده في السريع، حاجة سريعة جدًا. أنا هاسرّع الفيديو دلوقتي بحيث إن أنا إيه، الفيديو ما يكونش طويل. طيب تمام، دلوقتي إحنا عملنا حاجة بسيطة جدًا، 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 ووحشة جدًا، جدًا، جدًا. هنضيف بقى الفوج. الفوج فيه كذا طريقة تقدر تضيفها بيه. أول حاجة في الworld مثلًا، ودي الطريقة أنا ما باحبهاش خالص بصراحة. هنلغي بس الHDRI دي، هنحط مثلًا هنا color. وفي عندنا 2 من الvolume، في volume scatter وفي principled volume. أنا عن نفسي شايف إن principled volume تقيل ك كviewport أو حتى في الrender، فأنا دايمًا باستخدم الvolume scatter. هنوصّله بالvolume. كده إحنا عملنا volume في الworld بتاعنا، يعني أنت مش هتشوف لإن هو معمول على واحد already، فهنقلله خالص ونبدأ نزوّد بالراحة. علشان كده ما باحبش الvolume اللي بيبقى مربوط في الworld ده، بيبقى شكله مش واقعي تمامًا. بالمناسبة لو أنت مثلًا عملت plane وفيه emission ومش عايزه يبان، يعني أنت حاطّه كده مثلًا بس مش عايزه يبان، عايز الكاميرا ما تشوفوش، تيجي عند دي، هي المفروض عندك برتقاني، أنا عندي اللون ده. فهنروح عند visibility وبعد كده هنشيل الكاميرا، فمش هتقراه خالص. هو دلوقتي الworld هيقرا خلاص إن العالم بتاعك ده اللي أنت عامله خلاص فيه فوج كلّه، فأنت تضيف أي حاجة، الفوج هيفضل موجود، مش هيبقى عند حتّة معيّنة أو كده زي الطريقة التانية اللي إحنا لسه هنعملها. فدلوقتي أنا مثلًا ده ما عجبنيش، عايز أغيّر لونه لحد بقى إيه، ما تبقى لايقة شوية. بس أنا عن نفسي حتّة الworld دي مش باحبها خالص، وباحب إن أنا خلاص ده تمام ماشي نخلّيه كده. ندوس على shift A وq بعد كده ندخل في الedit mode ونكبّر بقى على الscene كلّه وندوس control وA ونعمل apply للscale. بس أهم حاجة يكون بعيد عن الكاميرا شوية. يعني يُستحسن، لإن لمّا بييجي قدّام الكاميرا بيبقى شُفت عينك لمّا تبقى مزغللة كده بيبقى يعني مش حلو. فهو نروح على new الفوج لو اللون بتاعه أسود فهو هيتقري إن هو ولا حاجة مش موجود. لكن كل ما تفضل تعلّي شوية، شوية، شوية لحد ما توصل للنقطة اللي أنت عايزها، فخلاص ده كده تمام. تمام. ودي بقى يعني الdensity خلاص شوف أنت ضبّطتها. والكلمة التانية اللي أنا مش هاقراها، من عاشر المستحيلات أقراها، الكلمة دي بقى بتحدد إن إزاي الlight يbounce أو يتفاعل مع الفوج، إن هو يبقى إزاي. يعني هي كده خلاص هي 0 فأنت ما فيش أي حاجة، لو كترناها خلاص الفوج اختفى.
لكن لو قللناها هتديك الدريمي فوق ده شوية. يعني بص لو خدت بالك هتلاقي ايه، لو هي كده ورجعناها مثلا، شفت في فرق؟ يعني هنا في فوق كتير قوي، مش يعني حلو بس عادي. لكن هنا بص، هنا التفاعل او الباونسنج بتاع اللايت في الفوق بقى احسن، بقى شكله احسن. ولو كترنا دي مثلا شوية، خليناها 8 هيبقى احسن. وجينا مثلا هنا جينا حاطين هنا مثلا البلين اللي كان عليه اللايتنج، تمام، وعلينا الاميشن شوية، وبعد كده احنا لاغيينه، اخترنا الاميشن بقى بتاعه، خلينا مثلا ايه بقى جاي كده، خلينا النور بتاعه ماشي حاجة زي كده. شوف بقى على حسب انت هتحركها فين. ماشي تمام. دلوقتي خلاص احنا ايه، وصلنا للحتة ان الفوج تمام، عجبنا جدا زي الفل. عايزين مثلا لو انت عامل فورست سين او الكلام ده وغابة يعني المناظر الجميلة دي، وعايز تحط مثلا الجاد ريز اللي ما يعرفوش، اللي هي دي الجاد ريز، الحاجات دي مثلا عايز تضيفها. انا كنت قلت الحوار ده على الانستجرام، فلو انت ما تعرفش الطريقه دي فروح اعمل فولو على الانستجرام احسن، تابع الريلز اللي انا لسه هنزلها. الفوج لما تضيف الكيوب بتاعه، تيجي هنا عايز تخفيه بقى بحيث ان انت تبقى عارف تتحرك جوه الفيو بورت براحتك. هتيجي عند فيو بورت ديسبلاي ده، هتخليها باونس بس. وهنيجي عند الالفا هنحط نويز تكتشر، نخليه بس ايه يبان. نخليه يبان. نحط الفاك في الالفا. شايف بدأ يعمل شكل ازاي. هنزود الرفنس شوية، وبعد كده هنحط كولر رام، خليه بالمنظر ده، خليه شارب قوي 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 على قد ما نقدر. طيب انا دلوقتي عملت ليه الحركة دي او ليه؟ لان بص انت دلوقتي كسبوت لايت هحطه فوق البلين، هو لما ينزل هيلاقي ان الحاجات دي هو مش عارف ينزل بسببها. لكن في حاجات تانية اللي هي الحتت دي، على حسب برضو انت هتعمل ايه في النويز تكشر، اللي هي الحتت دي عارف ينزل منها. يعني الابيض هيبقى مش عارف، والفاضي ده كده اللي هو يعتبر الاسود بتاعنا هيبقى عارف ينزل منه، على حسب انا عايزه يبقى عامل ازاي. وبعد كده هنيجي نحط سبوت لايت علشان تشوف برضو ايه السبوت لايت. حاول مثلا ايه تحط رقم كبير وتزود البلند، السبوت سايز تزودها شوية برضو، تطلع بقى من فوق كده تمام. ولما تتأكد إن خلاص كده الدنيا جميلة أوي فيه، حط بس رقم كمان كده يزود شوية. بص ابتدى إيه يظهر. طيب تمام، بعد ما خلاص الشكل بتاع السبوت لايت عجبك وكل الكلام ده كله، هنيجي بس هنا هنقلل السبوت سايز شوية، والبلند ده هنقللها لحد ما نحس إن هو فيه جاد ريز حلوة. يعني بص انت لو قللت هي خلاص باينة وجميلة، بس نحاول نزود بحيث ان احنا نعمل لها بلند تبقى ماشية مع السين بتاعنا لحد لما نحس ان شكلها بقى جميل. هنربط بس البلين في السبوت لايت. انا عملت ايه حتة الجاد ريز دي هنا، نلعب بقى برضو ايه الباور بتاعت السبوت لايت على حسب احنا عايزينها ازاي، بس لحد لما تلاقي ان الدنيا خلاص انت الجاد ريز اهي موجودة. دلوقتي بقى لو انت مثلا عايز تضيف شكل للفوق بتاعك، او شكل يكون زي ما بيقولوا روح للفوق بتاعتك، هنحط نويز تكتشر، الفاك الدنسيتي، وهنحط هنا كولر رام، نلعب في الرفنس بس شوية، وبعد كده نزود برضو الأسود شوية تمام. الجاد ريز اهي بانت جدا، على حسب برضو بقى ايه عايزينها ازاي. بس وممكن تعتبرها ان هي حركة مثلا ان انت تضيف شكل للفوق بتاعك، ومنها برضو ان انت تعمل مثلا زي انيميشن للفوق بتاعك لو عايزه يبقى بيتحرك بالمنظر ده، على حسب بقى عايزه يتحرك بأنهي سكيل. شوف انت براحتك على حسب ما تظبطها. والديتيل يستحسن تزودها سيكا مش قوي، بس وتلعب في السكيل بقى براحتك. بس لو عايز الجاد ريز والحاجات دي تبان، فيستحسن السكيل يكون ضعيف شوية، تقدر تشوف الحاجات دي كلها. بس وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك الفيديو فعلا ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو على الانستجرام وشير للفيديو لو فعلا الكورس ده بيفيدك، واستنى الفيديوهات اللي جاية.